نقطة حوار ما بين الرأي والرأي الآخر عبر أثير إذاعة يرموك FM 105.7. أهلا بكم مستمعين الكرام في نقطة حوار. نحن معكم عبر أثير إذاعة يرموك FM 105.7. يقدمه محمد الهزايمة ويخرجه عوان النصر. لماذا لا تكون الجامعات الأردنية كلها على سوية واحدة من حيث الخدمات؟ أيعتمد ذلك على موقع الجامعة أم على عمرها؟ أم يعتمد ذلك على مستوى التخصصات وسعر الساعات في تلك الجامعة؟ ألم ينتهي وقت التنظير على الطلاب من قبل الهيئة الإدارية في ظل فرض الجامعة رسوم جامعية على الطلاب تحت مسميات أخرى؟ هل الصراع ما زال قائما بين الطالب والمسؤول؟ أكانت النية محتومة من قبل رئيس جامعة اليرموك بعد رفضه لقاء الطلاب كان أذن من طين وأذن بات بها العجين؟ ألم يستفيق الطلاب للضرائب التي كانت تفرض تحت مسميات رسوم جامعية إلا في مثل هذا الوقت؟ ألم تلقى مطالب الطلاب آذانا صاغية؟ أثمرت لقاء الطلاب مع رئيس الجامعة النتائج المرجوة؟ أسئلة نطرحها عبر أثير إذاعة يرموك FM على الدكتور أحمد هزاع البطايني عميد شؤون الطلبة وعلى السيد معاذ الوحشة عضو حملة مطالب طالب. نبدأ الحوار بعد الاستماع لمجموعة من المطالب في التقرير الذي عدته لنا زميلة رنا بوعة. كطلاب جامعة ما هي مطالبكم؟ طالب جامعة من دفعة 2007 بدفع كل فصل رسوم هوية 3 دنانير لإني موازي. ما في داعي، الهوية واحدة بتضلها على طول الفصل. بعدين يعني بتدفع صندوق بريد، ما في صندوق بريد أصلا. يعني أساسا أنا لما إجيت كان صندوق البريد تحت نقلوه بعماد شؤون الطلبة لفوق، أنا مش مستفيد منه. في خدمة بريد إلكتروني موجودة في كل الجامعات، موجودة في اليرموك لكنها مش مفعلة، بقدر أي حدا يستخدمها. في أشياء بندفعها بالرسوم هاي زيادة ما بنعرف ليش، ومع إنه إحنا ما بنعملها من التأمين الصحي والمكتبة والنت، وعمرنا ما شفنا إشي من هذا. أول ما نفوت مختبر بيحكوا لنا هذا مختبر للمحاضرات، يعني ما في مختبرات نت انه نقعد فيها. وبنطلب ما في مطالب انها متحققه. طلاب بكليه الاعلام نتمنى حركه الباصات، يعني الكل بيطالب بهذا الشيء بس ما في اي حل لهالمشكله. الغرامه اللي بيفرضوها على الطلاب ال 15 دينار اذا انه تاخر عن دفع الرسوم الجامعيه، فنطالب انه هي بازالتها، لانه هي عباره عن مبلغ لازم ما ياخذ من الطالب. يعني الطالب بده مين يعينه، مش بده مين ياخذ منه بزياده. عم نسجل الماده عند دكتور، فجاه لما ببلش الفصل بتلاقي عند دكتور ثاني. انه الجامعه لمين ما هب ودب بفوت عليها. يعني المفروض الامن الجامعي مش بس لما يكون في هوش يفتش هويات، على الدائم يفتش هويات. الغاء الغرامه اللي بحطوها على الرسوم، لما الطالب بيتاخر لحتى يدفع الرسوم فبيدفعوه 15 دينار، فالطالب شو ذنبه؟ عندنا كافيتريات الاعلام والاقتصاد غاليه جدا، يعني لدرجه انه اغلى من الاكشاك اللي تحت. الرئيس والمسؤولين بالجامعه بيقولوا يقولوا انه في كافيتريات رخيصه في الجامعه، لكن انا مش مضطر اروح اوصل عند الاداب عشان اكل سندويشه. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك يا مرحبا دكتور. بنرجع لك للمطالب بعد استمعنا للتقرير. رسم الصندوق باطل، رسم التأمين باطل، رسم الهوية باطل، كلها رسوم أو كما قيل تحت مسميات الرسوم. لهذه الدرجة أصبحت الدراسة في الجامعات الحكومية توازي أو تتعدى الرسوم في الجامعات الخاصة؟ طبعا أنا يعني بدي أحكي اليوم بكل شفافية كالعادة. يعني وأنا كعميد شؤون طلبة يهمني كثيرا أن تتحقق للطالب الجامعي كل الظروف المناسبة للتعليم. يعني راح أبدأ من تعليقات الطلبة قبل الدخول في مطالب طالب. رسوم الهوية المتكررة كل فصل دراسي تم إلغائها
في آخر مجلس للجامعة قبل حوالي 5 أو 6 أيام. سيكون هناك هوية يتم إصدارها للطالب مرة واحدة أثناء دراسته بمبلغ دينارين طول فترة دراسته، ولن يتم تحصيل رسوم كل فصل كرسوم هوية. لكن إذا أضاع الطالب هذه الهوية أو فقدها فتجديدها سيكون ب4 دنانير حتى يكون هناك حرص على المحافظة على هذه الهوية. انتهينا من هذا الموضوع، ماشي. وسيتم إصدار هويات إن شاء الله في أفضل صورة، وتم تشكيل لجنة برئاستي وبحثت اللجنة في كيفية إصدار هوية ممتازة جدا، وإن شاء الله سترى النور في القريب العاجل. صناديق البريد تم إلغائها، يعني أنهينا الاتفاقية مع الاتصالات الأردنية، والآن أي طالب يريد استخدام صندوق بريد فليذهب لوحده لاستئجار صندوق بريد، وهذا هو شطارته الآن. فهذا الموضوع الثاني انتهينا منه، اللي الطلاب عملهم بيهتفوا فيه الآن. رسوم التأمين الصحي هي من أقل الرسوم اللي ممكن يدفعها طالب في الجامعات الأردنية، ولا بد أن يكون هناك تأمين صحي لطلبة اليرموك. التأمين الصحي يغطي جميع النفقات، يعني الطالب يستطيع أنه يراجع العيادات 7 إلى 10 مرات في السنة، ويمكن أن يصل مبلغ المصروف على هذا الطالب بحدود 1000 دينار، وهذا شيء كثير طيب. وإحنا بهمنا المحافظة على صحة الطلاب، وبالتالي لا يمكن أن نلغي عملية التأمين، لأن هذا ضد مصلحة الطالب وليس ضد مصلحة الجامعة فقط. هناك الكثير من المختبرات الموجودة في الجامعة، وباستطاعة أي طالب أن يدخل إلى هذه المختبرات ويستخدم النت كما يريد. لكن الشكوى كانت من الطلاب أنهم يريدوا استخدام كل المختبرات الموجودة في الجامعة واستخدام كل الأجهزة الموجودة في هذه المختبرات، وهذا ليس من حق الطلبة، لأنه في هناك مختبرات خاصة بعملية التدريس، فنريد المحافظة عليها لأطول فترة ممكنة. وبالتالي هناك مختبرات مخصصة لاستخدام الطلبة للنت. عدد طلاب جامعة اليرموك عدد كبير جدا، 34 ألف طالب. هناك مختبرات عديدة، لكن بعض المختبرات هذه بحاجة إلى تجديد أجهزة، والجامعة سيصلها خلال أسابيع قليلة، يمكن 2 إلى 3 أسابيع كما فهمت من الأستاذ الرئيس، سيصل إلى الجامعة 150 جهاز جديد، ستوزع بطريقة معينة على الكليات حسب حاجة الكليات، ومنها كلية الإعلام. يعني كلية الإعلام أنا سمعت الأستاذ الرئيس سيزودها بمختبر مناسب، وبالتالي حينما تصل هذه الأجهزة سيتم توزيعها على جميع المختبرات الموجودة في الجامعة. لا يمكن أن لا تأخذ الجامعة رسوم النت، لأنه هذه خدمة يحتاجها كل طالب، وبالتالي يعني تحصيل الرسوم، لأنه احنا بندفع، الجامعة بتدفع تكاليف، وبالتالي الطالب لازم يشاركنا في دفع هذه التكاليف. دكتور، رح نرجع لردك على التعليقات، بس سؤالي موجه لسيد معاذ. منا من مضى عليه 1 و2 و3 سنوات و4 سنوات، ومنا من تخرجوا ولم نشاهد لهم أي مطالب أو حركات أو حملات يطالبون من خلالها بتخفيض الرسوم الجامعية، فما الذي فاقم الأمر لإجراء هذه الحملة، وما الذي انتدبكم للقيام بها؟ بداية بشكر عميد شؤون الطلبة، يعني فاجأنا بداية بشوية إجراءات أو ردود على مطالبنا، يعني كانت كثير إيجابية بداية، يعني فتحة ممتازة. فيما يتعلق باللي إيش دعانا بحملة مطالب طالب، في انتخابات السنة الماضية مجلس الطلبة كانت ملاحظتنا على كمجموعة من الطلبة على الانتخابات بأن الانتخابات السابقة لم تكن انتخابات حرة ولا نزيهة. أصدرنا جلسنا مجموعة من الطلبة وأصدرنا بيان حول مطالب طالب، وكان هذا في الفصل الأول من السنة الماضية. بقيت الأمور مجرد إعلام ونشر في الإعلام أن مجموعة من الطلبة، إلى أن بداية هذا الفصل اتخذت الجامعة أو قدمت الغرامة على الطلبة، قدمتها أسبوع خلافا لكل سنة.
يعني كل سنة كانت تتأجل أسبوع، السنة هاي ما تأجلت، فصار في احتقان أكثر في الشارع الطلابي، فاضطرينا إنه ننزل على شارع الجامعة الاعتصامات ونبلش بالاعتصامات. يعني الانتخابات الاتحاد الأخيرة ولا السنة الماضية؟ السنة الماضية. يعني الانتخابات أحسن ما الطالب يتشوش الآن لا، الانتخابات السنة هاي كانت كثير ممتازة، يعني الجامعة في كان إدارة السنة هاي كانت كثير ممتازة من خلال صناديق شفافة وكل شيء. كان في شوية تأثير على حرية الإدلاء بالأصوات في بعض الكليات اللي صار فيها مشاكل زي كلية الاقتصاد، إلا أنه يعني إجمالا ممتازة. حملة مطالب طالب مر عليها وقت كافي، لكن ما زال الطلاب يطالبون بعدد من المطالب. ما رأيك في هذا الأمر؟ هذه رسوم يعني لم تفرض فرض على الطالب الجامعي، وإنما رسوم لخدمات. يعني الجامعة لما بتعمل هوية بتدفع ثمنها، وبالتالي الطالب لازم يدفع هذا الثمن. صناديق البريد زي ما حكينا كانت تؤدي خدمة للطالب، الآن لغيناها، وبالتالي يعني موضوع الهوية، موضوع صناديق البريد، وموضوع التأمين الصحي ضرورات يحتاجها الطالب. لازم نقدم هذه الخدمات للطالب، وليست عملية تحصيل رسوم. احنا ليس جباية. قبول وموافقة من جهة، رفض ومطالبة بتحويل بعض القضايا إلى وزارة التعليم العالي. هذا ما أسفر عنه لقاءكم مع رئيس جامعة اليرموك. ما مدى رضاكم كونك أولا أنت المنسق لحملة مطالب طالب ومن كان معك عن هذه النتائج؟ بالبداية إنه هاي النتائج يعني إنه لقاءنا مع رئيس الجامعة وهاي النتائج غير مرضية وغير كافية. إحنا في لقاءنا مع رئيس الجامعة ومع نواب الرئيس وأستاذ الدكتور لم كانت كل مجرد وعودات، لم نأخذ شيء على أرض الواقع باستثناء الآن بعد المقابلة اللي هي إلغاء الهوية الجامعية وإلغاء صندوق البريد. ولكن هنالك كثير من المطالب مجرد كلام. الآن في منها بحاجة إلى زمن، مثلا زي تخفيض أسعار الكافتيريات. هاي المفترض عند العقود، عند برامج العقود مع أي كافتيريا فيها مقترح زي يعني ما راح تكون مباشرة وقت تجديد هذه العقود. بقية المطالب يعني في صلاحيات مش صلاحيات رئيس جامعة، هي صلاحيات وزير تعليم عالي أو حكومة. فبتصور هاي راح تصفي لقدام، ممكن تخرج خارج الجامعة، تكون كمان خارج الجامعة في عند الجهات المختصة. بهمنا إحنا كمان نعرف يعني عرفنا كمان استفدنا من هذا اللقاء إنه عرفنا اختصاصات مين، يعني هاي المطالب عند مين. دكتور أحمد، أما كان مفترض من رئيس الجامعة أن يستمع لمطالب الطلاب في بداية الأمر وتفادي المشكلة التي حصلت أمام مبنى الرئاسة؟ لا، هو يعني اجتمع الرئيس وبالرئيس مع عميد شؤون الطلبة مع الطلبة اللي تقدموا ببيان مطالب طالب، ويا ريت يعني ناخذ بند حتى أوضح أنه كثير من هذه القضايا تم تنفيذها. يعني البند الأول حكوا عن تخفيض الرسوم الجامعية في جامعة اليرموك للوصول إلى مجانية التعليم. هذا المطلب يعني مش صعب، لكن من المستحيلات. جامعة اليرموك من أقل الجامعات تحصيلا للرسوم الجامعية لثمن الساعات المعتمدة، وعليها مديونية كبيرة تراكمت يعني منذ البدايات حتى الآن. فكيف بك إذا وصلت إلى مجانية التعليم؟ يعني بعتقد هذا المطلب، وحكى عنه الأستاذ الرئيس، أنه يعني كل الجامعات مش جامعة اليرموك، كل الجامعات تتقاضى رسوم جامعية وأعلى من رسوم جامعة اليرموك. ويمكن الشباب بيعرفوا احنا لا يزال عندنا في ساعات ب16 دينار، مش موجودة هذه الرسوم في أي جامعة أردنية لغاية هذا اليوم. المطلب الثاني تحسين الخدمات التي تقدم للطلبة والمهتم بالمرافق العامة. هذا مطلب حق، من حق الطلبة أنهم يطالبوا بتحسين المرافق العامة في الجامعة. وبدأت الصيانة بتوجيه من الأستاذ الدكتور زياد الكردي نائب رئيس الشؤون الإدارية بمراجعة المرافق العامة في الكليات، وفي كليات يمكن طلبتها بيعرفوا أنه فيها شغل والعمل جاري، يعني مش ممكن بيوم وليلة نصلح كل المرافق العامة في جامعة اليرموك، لكن الشغل ماشي في كثير من الكليات، والطلبة اجوا قالوا نعم الشغل ماشي في كثير من المرافق.
دكتور، في ضوء ما تحدثت عنه من المطالبات التي طولبت تخفيض الرسوم الجامعية سبق وتحدثنا عنها، كما طالبوا بالاهتمام بالمرافق العامة وإعادة ترميمها، علما بأن من يحدث الخراب في المرافق العامة هو الطالب وليس الجامعة، فسرعان ما أن تبدأ المشكلة وتبدأ مرحلة الخراب وتكسير. ما ردك؟ في يعني هاي النقطة فيما يتعلق بالطلاب صحيح، بس المفروض يكون في رقابة. الطالب اللي بكسر أو غيره المفروض الأمن الجامعي موجود ويعطي اسمه، المفروض الطالب اللي بيخرب ينفصل من الجامعة ياخذ عقوبة. ما بيلحقوا يشوفوا كل الطلبة يعني موجودة في في كافة الكليات، يعني بيكون مبين يعني مين اللي بيكسر ومين وغيره. فيما يتعلق بتخفيض الرسوم، تخفيض الرسوم يعني الدكتور بيحكي عن 16 دينار، وفي تخصصات ب 45 دينار، والجامعات الأخرى أعلى، وفي الجامعات الخاصة أرخص، زي مثلا المحاسبة، زي مثلا في أكثر من تخصص. المحاسبة عندنا ب 21 دينار، كثير كويس. الموازي ما بعرفش، الموازي 50 دينار يمكن، أغلى من الجامعات الخاصة. اللي كانت النقطة إنه كمان في عدالة، يعني من طالب بعدالة اجتماعية. هل يعني هالطلاب اللي بتدفع يعني مسميات مختلفة، سواء المكرمات أو أبناء عاملين أو أبناء مجلس أمنا وأحفادهم، مقاعد أبناء عشائر، مقاعد أبناء مخيمات، يعني هاي حكى الرئيس إنه مش من صلاحياته، هاي من صلاحيات مجلس تعليم عالي أو أجهزة الدولة وتعليم عالي، زي ما حكيت، ديوان، أقل حظا، مخيمات، معلمين إلى آخره. هذه يعني بتشكل عبء مالي كبير على الجامعة. عشان هيك احنا حكينا عن إنه تدريجيا. ففي كمان من ضمن المطالب كانت اللي هي المطبوعات اللي هو اللي بدفع الطالب 25 دينار، اللي بحكوا عنها إنه بدل أوراق للطلاب، أوراق امتحانات أو غيره، بس الطالب العادي بدفع 15 دينار وطالب الموازي 25 دينار، ولسه كمان التأمين الصحي الطالب العادي 10 دنانير أو والطالب الموازي 21 دينار. في كمان عندنا قضية التأمين على الحياة، وفي كمان النشاط الطلابي 15 دينار و25 دينار، 5 دنانير النشاط الطلابي في الفصل الدراسي، 25. ونصرف إنه أكثر على الطلاب، سواء نشاطات طلابية، رحلات علمية، رحلات ترفيهية. هذا موازي أنت بتحكي عنه. الموازي نشاط طلابي 25 دينار. الموازي. العادي أعتقد بالخمس دنانير. 15؟ لا 5 بعتقد. ما بنشوف هذه، ما عنديش فكرة، يمكن هذا. خليني أرد على بعض القضايا لو سمحت. إحنا يعني عمالنا بنستمع بانتباه للقضايا المطروحة. أنا كجامعة يمكن بدفع أكثر من 60% من تكاليف دراسة الطالب. الجامعة تدفع أكثر من 60% من تكاليف دراسة الطالب، رغم ما يقال أنه أسعار الساعات غالية جدا، إلا أنه بعتقد أنها يعني في جامعة اليرموك أسعار مناسبة جدا لمستوى الطلبة الموجودين في الجامعة. يعني في عندنا مستويات فقيرة، في عندنا مستويات متوسطة، وفي عندنا فئة قليلة من الطبقة الميسورة. لكن بشكل عام رسوم الساعات المعتمدة في جامعة اليرموك لغاية الآن ما صار عليها احتجاج طوال السنوات الماضية إلا في الفترة هذه، وما بنعرف السبب. قضية أنتقل إلى قضية ثانية مهمة جدا طرحوها الإخوان، اللي هي قضية الغرامة. الجامعة عندها تواريخ محددة ملتزمة فيها، يعني الطالب يجب أن يدفع رسوم الساعات المعتمدة من الفترة كذا إلى الفترة كذا. هذا له جانبين، جانب تربوي تنظيمي وجانب أكاديمي بتعلق بشخصية الطالب نفسه. إحنا بهمنا إنه الطالب يذهب ويدفع الرسوم الجامعية في المواعيد المحددة، وهذا كلام احنا ملتزمين فيه. لن نسمح، أنا بحكي كعميد شؤون طلبة، هذا القرار للرئيس، لن نسمح بتجاوز هذه المشكلة. بدنا الطالب يلتزم بمثل هيك قرارات حتى يذهب للحياة العامة لما يتخرج، ويذهب للحياة العامة أن يحترم الأشياء التي يجب أن يلتزم فيها، وهذا من أنواع الالتزام.
احنا ما بدنا نستغني من وراء ال15 دينار، لكن بدنا نعلم الطالب كيفية الالتزام بمثل هذه التواريخ. مستمعينا الكرام، لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيفنا الدكتور أحمد هزاع البضاينة عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، والسيد معاذ الوحشة المنسق في حملة مطالب طالب. كان معكم في التقديم محمد هزايمة، ويخرجه عمر المصري. دمتم بخير.